بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم التلات 2/1/2024. ان شاء الله في الفيديو هنتكلم عن الاسعار اليومية على القناة، اسعار الرز الشعير والرز الابيض ومخلفات الرز، واسعار القطن، واسعار الذرة المستورد والبلدي، واسعار فول الصويا، واسعار الفول البلدي. هنبدأ ان شاء الله بسوق الرز. بالنسبة لسوق الرز اليوم في عرض في السوق، عرض بقاله يومين في السوق، موجود في السوق عرض رز شعير كتير، والطلب يعتبر ثابت على الرز الابيض، طلب متوسط او اقل من المتوسط، فده ادى الى نزول بسيط في اسعار الرز. وطبعا برضو قرارات رئيس الوزراء ووزير التموين بتحديد سبع سلع أساسية من ضمنها الرز، والمقصود هنا الرز المعبأ 1 كيلو، بيتم تحديد سعره كتابة على الكيس، ويكتب عليه كلمة الحد الأقصى للسعر. والحد الأقصى للسعر في ناس كتير بتقول إن هو 31 جنيه للكيلو في الرز الأبيض 1 كيلو. وبرضه لم يتم تحديد هو الرز العريض ولا الرز الرفيع. فالمهم ان هو السعر الاقصى لكيلو الرز المفروض يبقى 31 جنيه مكتوب على الكيس. القرارات دي، الاسعار دي برضو بناء على العرض والطلب، يعني ممكن تتغير حسب العرض والطلب في السوق، زي ما فهمنا من المنشور اللي نازل. يعني بناء على العرض والطلب بيتم تحديد اسعار السلع الاساسية، والهدف منه في الاول وفي الاخر اللي هو منع زيادة أسعار غير طبيعية، يعني ما يبقاش السعر غير مقبول أو أسعار جنونية زي ما بيقولوا. هو الهدف منه الحد أو إن الأسعار تفضل ثابتة. فالهدف من الأول من القرارات دي ثبات في الأسعار السلع الأساسية للرز، الرز وست سلع أخرى، لأن يهمنا هنا الرز. فتم عمل موضوع تحديد السعر الأقصى للسلع، سلعة الرز. ده طبعا الكل اللي قدرت افهمه من المنشور ده. بالنسبة للأسعار النهاردة هنخش في الأسعار على طول عشان ما نطولش على حضراتكم. قبل ما ندخل في الأسعار، يا ريت اللي مشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو بيلاقي كلمة اشتراك بالعربي وبيضغط عليها ويفعل الجرس، هيوصله إشعار يومي على الموبايل بتاعه بالأسعار أول بأول، تحديث للأسعار. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض العريض أعلى جودة، زيت وبخار وسوليتكس، البضائع العالية في الرز العريض اليوم 28,400 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب الجودة وعلى حسب المكان وعلى حسب أسعار الرز الشعير ومخلفات الرز. ده أسعار الرز الأبيض، كسر من 5 ل8%، في كسر من 3 ل5%، أسعارها ممكن توصل 28,800 من أرض المضرب. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع على جودة، زيت وبخار وسوليتكس، البضائع العالية، يتراوح سعر الطن من 27,000 ل27,200 من أرض المضرب، البضائع العالية، وقد تزيد البضاعة وتقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب الجودة وعلى حسب أسعار الرز الشعير والمخلفات. بالنسبة لأسعار الرز الشعير اليوم، أسعار الرز الشعير الرفيع وصال للمضرب 17,800 للطن، وأسعار الرز الشعير العريض 18,500 للطن وصال للمضرب، وقد تزيد البضاعة من منطقة لأخرى في حدود 100 أو 200 جنيه زيادة أو نقصان. يعني ممكن تلاقي ناس بتستلم ب18,000 الرفيع، وده بتبقى ناس بتستلم آجل 10 أيام أو 15 يوم. انما البضائع الكاش اغلب المضارب بتستلم ب 17,800 الرفيع، وكذلك العريض ممكن تلاقي ناس بتستلم ب 18,700 وصال اجل 15 يوم، انما اغلب المضارب بتستلم ب 18,500. بالنسبة لأسعار التنفيذ من أرضه في الرز الشعير، التنفيذ في الشعير العريض 18,300 من أرضه، والتنفيذ في الشعير الرفيع ب 17,600 من أرضه.
ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير والرز الأبيض. بالنسبة لأسعار المخلفات، السرسة المطحون 2200 من أرض المضرب، الجونة ب12800 من أرض المضرب للطن، والكسر الناعم ب16000 للطن من أرض المضرب. وبكده يكون عرضنا مع بعض أسعار الرز على أول اليوم. أتمنى أكون وضحت كل حاجة في الفيديو، واللي محتاج يستفسر عن أي حاجة يكتبها لنا في التعليقات، وإن شاء الله نرد عليه في التعليقات. بالنسبة لأسعار القطن النهاردة، أسعار القطن خارج المزادات، قطن جزء 94 يتراوح سعره الإنطار 157 كيلو ونص، يتراوح سعره من 10,600 إلى 11,000 على حسب المحافظة. يعني في محافظة كفر الشيخ القطن أغلى شوية بره من الدقهلية والمناطق التانية، لأن قطن جزء 94، لأن زي ما قلت لحضراتكم مزاد كفر الشيخ كان أزيد ب600 جنيه وب500 جنيه في المزاد اللي فات. ده توضيح بس للناس اللي كانت بتسأل في اختلاف في أسعار القطن خارج المزادات. بالنسبة لسعر قطن مزاد دمياط، طبعا تم إعادة المزاد امبارح، المزاد لأن كان المزاد الأولاني ب10,000 للإنطار، تم إعادة المزاد بعد اعتراض الفلاحين على الأسعار، وتم تعديل السعر من 11,550 إلى 11,850 أو 880. ده امبارح اللي حصل في مزاد دمياط في إعادة المزاد. الناس اللي بتسأل على المزاد الجاي لسه ما تحددش، لما يتم تحديد الوزن والفرز سيتم تحديد المزاد. بالنسبة لأسعار الذرة النهاردة، في نزول في أسعار الذرة المستورد البرازيلي 14,600، والذرة المستورد الأرجنتيني 14,400، والأرجنتيني ب14,400، والأوكراني ب13,400. طبعا دي أسعار الذرة المستورد. بالنسبة لأسعار الذرة المحلي في هدوء برضو في الأسعار. سعر الذرة الأصفر ب13,000 والأبيض ب12,200 للطن لدى التجار اليوم. ده بالنسبة لأسعار الذرة المحلي والمستورد. بالنسبة لأسعار الصويا، الصويا 44% صب أرض المينا ب33,000 للطن، والصويا 46% ب34,000 للطن صب أرض المينا. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، سعر الفول البلدي من 5,000 إلى 5,300. البضايع العالية تلاجات، الأرداب بالخام وزنه 155 كيلو للأرداب. وبكده يكون عرضنا مع بعض الأسعار. يا رب يكون وفقنا في عرض الأسعار، ولو في اختلاف بسيط في الأسعار فده مش اختلاف جوهري. أرجو من الجميع إن الناس تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك على الفيديو، عشان الفيديو باللايك بيوصله لغيرك والكل يستفاد بالأسعار. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوف حضراتكم في فيديو جديد على القناة.